السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا دكتورة لمي؟ أنا عندي 19 سنة. الحمد لله بخير. أهلا بيكي يا شروق. كويسة الحمد لله. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. أنا عندي 19 سنة وعاوزة أسأل سؤال. اتفضلي. ممكن أسأل؟ شروق، ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ ماشي حضرتك، ثانية واحدة. اتفضلي. عندها 19 سنة. احنا معاكي يا شروق. يا شيخ حضرتك معايا؟ معاكي. ايوه اتفضلي يا استاذه شروق. يا شيخ حضرتك زمان كنت ملتزمة في الصلاة، تمام؟ ما كنتيش ملتزمة في الصلاة؟ كنت ملتزمة جدا. كنتي ملتزمة. بدأت لما بقيت من سن زي مثلا من 15 لحد 19 لحد دلوقتي. بعدتي؟ بعدت. ليه؟ عشان ربنا مش بيحقق لي حاجات انا عاوزاها، يعني في حاجات كتير بتروح مني، انا كنت بحبها بتروح مني، مفيش حاجه بحبها معايا لحد دلوقتي. فانتي قاصده يعني انك ما تصليش؟ لا انا كنت بصلي في الاول، لكن لما لقيت ربنا بيبعد عني الحاجات خلاص ما بقتش بهتم. طب ما هو الحاجات اللي ربنا بيبعدها عنك ده الخير اللي انتي ما تعلميهوش. لا ما الحاجات دي انا كنت ماشيه ماما، دلوقتي انا كنت بحبها جدا ولحد دلوقتي بحبها، انا ماليش حاجه غير الدنيا غير ماما. وبعدين؟ دلوقتي هي مصابه بمرض خطير، يعني ممكن تتوفى. ما كلنا هنتوفى. ما انا ما اقدرش اعيش من غيرها، انا كنت من زمان بدأ ربنا هو يخليها لي يعني. هو انتي تفتكري ان احنا كل اهالينا اللي راحوا مننا احنا كنا متخيلين انهم لما يروحوا هنعيش؟ دي سنة الحياة، كلنا هنموت. وانا مؤمنه بالله جدا، بس انا دلوقتي مش عارفه نفسيتي ان انا سبت الصلاه بسبب ان كل حاجه بتروح مني. طيب يا شو السؤال ايه يعني انا مش هصلي عشان الحاجه بتروح مني؟ يعني انت كانك بتعاقبي نفسك. انا مش عايزه اقول لها كده. وعندي سؤال تاني. اتفضلي يا بنتي. علاقتي برضه مع الناس، يعني صحابي والناس كويسه معايا في الاول، بعد كده الاقي نفسي بقلب عليهم مره واحده، مش طايقه اتكلم مع حد. تقدري تروحي لطبيب نفسي يا شروق؟ لا انا مش محتاجه يعني، بس حاجات كتير بتحصل لي مش حلوه. مين اللي قالك انك مش محتاجه؟ مامتي، انا بحكي لها كل حاجه. قالت لك انت مش محتاجه؟ طب لما انت حكيتي لمامتك اللي انت بتقوليه لنا ده كان ردها ايه عليكي؟ قالت لي لا، ما اهتمتش يعني، ما ردتش عليا، قالت لي لا ما تشغليش بالك، دي حاجات عاديه، بس انا نفسيتي تعبانه. طيب حاضر يا شروق، تابعينا يا شروق. نعم. والله يعني بنتنا شروق، يا شروق انا عايزك تبقى قلبك مليان بالامل. اوعي يا شروق تيأسي من رحمه الله ابدا. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمه الله. ربنا بيقول لك يا شروق لا تيأسوا من روح الله. يا شروق ربنا سبحانه وتعالى اللي حصل معاكي هو الخير كله. اللي حصل معاكي ربنا لا يريد انه يعذبك ولا يؤلمك ولا يضايقك. اعرفي ان اللي حصل معاكي رحمة من ربنا، من وراء الرحمة علم الله. احنا ما عندناش العلم. بكرة تكبري وتعرفي ان اللي حصل ده هو الرحمة كلها. مات ابي، انا والدي رحم الله ابي. انا قلت ربما لو عاش لمرض مرضا مؤلما فتعب واتعب من حوله. قلت ربما لو عاش لتألم ألم شديد، أنا مش قادر أخفف عنه الألم والدواء كذلك، فمش هبقى أتحمل أشوف والدي كده. تخيلي لو عاش ورأيت في عينه نظرة انكسار، ما كنتش هتحمل. فاللي بيحصل معاك يا شروق خليك متأكدة إن هو الخير كله. ربنا في القرآن بيقول لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتأكدي من ده يا شروق. املي قلبك بالأمل، املي قلبك بحسن الظن بالله، املي قلبك بالثقة بالله عز وجل. ورقم 2،
انت مش بتصلي، انت بتعاقبي نفسك. ربنا غني عن عبادتنا يا بنتي، احنا اللي فقراء لله. ربنا في القرآن بيقول يا بنتي: يا أيها الناس أنتم الفقراء. أنا اللي عبد، أنا اللي فقير، أنا اللي محتاج، وهو الغني وهو الصمد وهو الكريم. فأنا لما بصلي مصلحة الصلاة دي عايدة علي أنا، ربنا غني عنها، غني عني وعن عبادتي وعن ذكري. أنا لو حصلت مشكلة وما عجبتنيش وخبطت دماغي في الحيط، ضريت مين؟ ضريت نفسي. لا قدر الله حصلت مشكلة مع حد فكفر، هل هذا الكفر يضر حد؟ يؤثر في كون الله شيء؟ خالص، ده بيضر نفسه. فبنتي يا بنتي ارجعي صلي وحسني علاقتك بربنا، ده لمصلحتك انت. ولذلك ربنا في الحديث القدسي يقول: لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني من آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها أتقى الناس، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم من آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها كانوا أفجر خلق الله، فجرة ظلمة كفرة، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا بنتي استغفري ربنا وتوبي لربنا واذكري ربنا. وبيسألوا شيخ: هو ربنا بيرمينا بسهام القدر فتصيبنا؟ قال له: كن بجوار الرامي تنجو، كن مع الله يكن الله معك. صحيح ونعم بالله.